السلام عليكم جروب العيال وسنينهم ومعاكم سامية أحمد. كذا تعليق جالي بيسأل عن الطفل الخيالي أو الطفل اللي خياله واسع. قلت بقى أعمل بوست عنه عشان الكل يفهم يعني إيه طفل خيالي أو طفل خياله واسع. هو خياله مش واسع ولا حاجة، هي طبيعة سنه كده، دي طريقة لعبه وده أسلوب حياته. مرحلة اللعب الإيهامي أو اللعب التخيلي بتبتدي تقريبا من حوالي سن السنتين ونص، وممكن تمتد لحد سن 7 أو 8 سنين. في المرحلة دي الطفل بيكلم الجمادات واللعب وبيعتبرها إنها حاجات حية وأصحابه، بيأكلهم وبينيمهم جنبه وبيكلمهم وبيلعبهم وبيتخانق معاهم ويتصالح معاهم. في المرحلة دي برضو بيتخيل الأشياء حاجات تانية، الصندوق عربية والعصاية حصان، بيمسك أي حاجة ويعملها تليفون ويتكلم فيها وهكذا. وبرضه في المرحلة دي ممكن يحكي حكايات ما حصلتش ويتخيل إنها حقيقية. أمي الله يرحمها كانت بتحكي لي إن واحد من إخواتي كان بيقول له وهو عمره 4 سنين: أنا مرة قتلت 6 أسودة، جمع أسد يعني. ده مش كذب، ده تخيل. محدش يقول على الطفل كذاب، لأن الطفل في المرحلة دي بيبقى صعب إنه يفرق بين الخيال والحقيقة. على سن 4 5 سنين بيبتدي شوية يفرق، لكن بتفضل دي هي طريقة لعبه. يعني بيبقى عارف إنه خيال بس بيستمتع جدا باللعب الخيالي. فلما تقوليله أنت بتكلم الدبدوب، ده لعبة، يقولك ما أنا عارف أنا بلعب. هنا بتختلف إجابات الأطفال، بس بتفهمي منه إنه فاهم إن ده لعب وخيال. يعني في طفل تاني يقولك إيه، ده مش بحقه حقيقي، ده أنا بلعب. بعض الأطفال خيالهم بيبقى واسع جدا جدا لدرجة إنهم بيتخيلوا صديق وهمي عايش معاهم في البيت. اللي عاوز يفهم إزاي الطفل الخيالي بيفكر يتفرج على أو يقرأ القصة دي، من أجمل قصص الأطفال الخيالية اللي وصفت خيال الطفل وإزاي بيبص للعالم اللي حواليه. أليس كان ليها صديق خيالي أرنب أبيض بيرافقها في كل مغامراتها. إزاي بقى نتعامل مع الطفل؟ أولا ما نقولش كلمة كذاب نهائي أبدا، عشان الكلمة ما تلزقش في دماغ الطفل ويحفظها، وبعد فترة هتبقى هي دي صورته عن نفسه إنه كذاب. ثانيا نشارك الطفل خياله ولعبه الإيهامي، نرحب بأصدقائه الخياليين، نسمعه وهو بيحكي عنهم ونتفاعل معاهم ونهتم بيهم ونبين له سعادتنا بحكاياته. ثالثا نفهم الكبار اللي مات عندهم الخيال وبيقسوا على الطفل لما يتخيل أو يحكي حكاياته الخيالية وينهروه ويعنفوه ويقولوا عليه كذاب، نمنعهم ونحمي أطفالنا منهم ونفهمهم إن دي هي طبيعة الطفل وطريقة لعبه. ولو ما فهموش يبقى نبعد الطفل عنهم شوية عشان ما يتعقدش ويتأذي نفسيا. رابعا نعيش الخيال شوية ونرجع لطفولتنا ونستمتع مع الطفل بحكاياته، ما نسيبش الخيال يموت جوانا. ممكن نلعب معاه مسرح عرايس ونخلي العرايس تتكلم ونقعد احنا كمان نكلم العرايس. وأخيرا لازم نعرف حاجة مهمة جدا: اللعب الإيهامي أو الخيالي اللي احنا بنستهون بيه وفاكرينه ملوش أي فايدة وبنقول عليه كذب ووهم، له دور مهم جدا في تكوين عقل الطفل وتدعيم فكره الابتكاري وتنمية ذكائه، وبيعلمه حاجات كتير جدا وبيخليه يكتسب مهارات كتير مش هيكتسبها إلا باللعب الإيهامي أو اللعب الخيالي. لكن تقول لي مين؟ الناس في العصر اللي احنا فيه بقوا بيعتبروا الخيال جنون.